تعرفي ان حاجة بسيطة خالص ممكن تخليكي بعد ما تدخلي اوضة العمليات والولادة بتاعتك خلاص اتحددت تتأجل وتولدي في يوم تاني. لكن لو جينا بقى نتكلم عن يوم الولادة بتاعتك، فالمعاملة مش هتبقى على قدك بقى انت والدكتور بس، هتبقي موجودة في مستشفى مجهزة وفيها تيم مسؤول عن الولادة بتاعتك، وعلى راسهم دكتور التخدير، واللي بالمناسبة ما عندوش اي مشكلة خالص ان هو يرفض العملية بتاعتك او يأجلها علشان بس تحليل واحد مش موجود. فتعالي بقى معايا كده نتكلم عن النقطة دي واللي احنا مش هنستخسر فيها خالص، وهي التحاليل اللي بتطلب منك قبل الولادة. وده مش علشان بس نرضي دكتور تخدير ويوافق اننا نعمل العملية في الميعاد اللي احنا حددناه، بالعكس تماما، ده الامان الاول ليكي انت والبيبي. والحاجة اللي مهمة قوي تكوني عارفاها من اول الحمل ويمكن من قبل كده كمان، وهي الفصيلة بتاعتك والRH، واللي هو معناه ان الفصيلة بتاعتك دي سالب ولا موجب. وبديهة قوي حاجة زي كده لازم تكون معروفة كويس جدا، علشان لو اضطرينا في اي وقت لا قدر الله اننا ننقل دم. طيب وهو البيبي ممكن يستفيد او يضر من تحليل بسيط زي ده؟ اوقات كتير جدا اختلاف الفصائل ما بين الام والبيبي بيعمل حاجه اسمها صفرة تكسيريه، وبالتالي ممكن بعد ما البيبي يخرج نضطر ان احنا ندخله الحضانه تاني. الاصعب بقى والاخطر من اختلاف الفصائل ان هو يكون في اختلاف في الRH، بمعنى ان الام تكون سالب والابن موجب. واكيد كتير منكم سمع عن الحقنه الغاليه دي اللي بتتاخد بعد الولاده اللي بتكون للامهات اللي فصيلتهم سالب. تعرفي ان لو في حاجه زي كده موجوده اللي هو اختلاف الفصائل من ناحيه الRH اللي هو السالب والموجب، بيبدا جسم الام يكون اجسام مضاده، وبالتالي بقى هتبدا تهجم على جسم الطفل، بمعنى ان جسم الام يبدا يكسر في خلايا الدم الحمراء بتاعه الطفل. وتكسير كرات الدم الحمراء بتكون بنسب مختلفه، وده بيخلي فيه انيميا بدرجات برضو متفاوته، وبتظهر بشكل واضح وملحوظ قوي بعد الولاده.